كلامي النهاردة لكل أب ولكل زوج ولكل أخ كبير أو صغير في البيت. ازاي تسمح لأختك أو لبنتك أو لمراتك إن هي تخرج متبرجة من البيت؟ ازاي تسمح لها إن هي طالعة بفستان قصير أو ضيق ومبين مفاتن جسمها كلها؟ ازاي تسمح إن هي تبقى خارجة من البيت وعاملة الطرحة في نص شعرها من ورا وتقولك دي اللفة الجديدة بتاعت البنات كلها ولازم إن أنا أعمل زيهم؟ وتسمح لها ان هي تبقى منزله قصه من الناحيه دي وقصه من الناحيه دي وتحط مكياج، ده تقولك لا يا بابا ده خفيف، لا يا بابا ده تقيل عشان الناس تشوفني حلوه، ده انا ده انا ده انا. لكل اب ليه بتسمح لبنتك بالحاجات دي؟ لتسمح لبنتك تخرج قبل ما تخرج من البيت تلاقيها حاطه برفان، بتحطه لمين؟ ما سالتش نفسك بنتك بتتزين لمين وهي خارجه؟ بنتك بتحط لمين وهي خارجه؟ بنتك بتتجمل لمين وهي برا البيت؟ اللي بشوفه دلوقتي ان البنت راحت الدرس اللي هو المفروض ان هي راح تدرس وتتعلم وتشوف حاجة للزمن اللي جاي، ان هي خارجة كأنها راحة فرح، مع ان مش مسمح لها كمان في الفرح ان هي تتمكج وتحط ميك اب وتحط برفان وتلبس الكعب العالي. ليه ما بتسألش نفسك على كده؟ يا كل اب هتقول لي انا عارف ان هي بتغلط بس انا مش موجود، انا بمشي من البيت بروح شغل الصبح بدري قبل ما هي بتقوم وبتمشي. بنتك لو عاملة حساب ليك مش هتخرج من باب البيت غير لما تكون فعلا لابسة حاجة محتشمة، حاجة ما تكشفش جسمها ولا تخلي أي مخلوق يشوف مفاتن من مفاتنها، لأن هي محترماك سواء في وجودك سواء في غيابك. ده مش مبرر ودي مش حجة انك تقول بنتي أنا بخرج قبلها وما بشوفهاش. بنتك لو بتخاف منك، بنتك لو بتعتبرك قدوتها في الحياة وعاملة لك احترام وهيبة في وجودك أو في غيابك، مش هتسمح لنفسها ان هي تكون خارجة بالمنظر ده، مش هتسمح لنفسها ان هي تكلم شاب من الشباب، مش هتسمح لنفسها ان هي تكون خارجة مبينة كل مفاتنها للشباب وحاطة مكياج وماشية بمياعة ومياصة. بل بالعكس، بنتك لو بتحترمك هتخاف عليك وعلى مشاعرك. بنتك لو بتخاف عليك هتخاف اي حد يبصلك بصة مش حلوة، هتقول ابويا سندي ظهري اماني في الدنيا كلها قدوتي في الحياة. ازاي اسمح لنفسي ان اخلي شاب يتكلم عليه بكلمة وحشة او اخلي واحدة ست تشوفني وتحكم على تربية ابويا ليا بكلمة وحشة؟ لكن للأسف اللي احنا بنشوفه في الزمان ده ان الاب بقى مغيب عن كل حاجة. انا مش بلومك بس انا بعرفك وبعاتبك ان انت غلطت في تربيتك وغلطت في ان انت تكون قدوة لبنتك واحترامها. هتقولي امها موجودة، ده عيب في حضرتك ان انت ما اخترتش من البداية الزوجة، انا بقول الزوجة قبل ما تكون الام الصالحة لبناتك او لولادك. كل اب خلي بالك من النقطة دي كويس قوي. وكل شاب هتتجوز ومقبل على جواز وعلى خطوبة، اختار الست والزوجة اللي تكون انسانة صالحة اللي تخاف على ولادك ان هي يكونوا زيها. كل ست هتبقى عارفة ازاي تربي بناتها، ازاي تخليهم انسان ناس محترمة، ازاي تتحكم فيهم وتعرف ويعرفوا معنى الحلال والحرام. لكل اخ بقى والدك مش موجود لا قدر الله توفاه الله، فانت السند وانت الظهر وانت الامان وانت الاحتواء وانت الحب والاحترام لاخواتك البنات، مش بالعافية ومش بالعند ومش بالضرب، لكن بالسياسة وبالاحترام، وتعرفهم دينهم كويس قوي. وما تقوليش ان انت بتغلط، احنا بقينا في زمن فتن. ما تمسكليش انت الموبايل طول النهار وتشيت مع البنات وتتكلم مع دي ومع دي وتقول لا اخواتي ما اسمح لهمش ان هم يعملوا كده. ما انت قدامهم اهو بتغضب ربنا وبتعصي ربنا وبتكلم بنات وبتشيت معاهم في الحرام. ليه اللي تقبله على اخواتك ما تقبلوش على غيرك؟ ليه كده؟ اللي تقبله على نفسك وعلى اخواتك اقبله على بنات الناس. فالكل اخ خليك كبير ومسؤول قدام ربنا قبل ما تكون قدام نفسك وقدام المجتمع اللي انت عايش فيه. خلي بالك من اخواتك البنات وخليك قدوة ليهم. والكل زوج بقى، الزوج انت الاساس. اول ما تتجوز خلي مراتك تتعود ان هي تكون حتى لو متبرجة بالراحة واحدة واحدة ان هي تكون انسانة ملتزمة ومحترمة، ولا علشان عيال اللي يجوا على في الزمن اللي جاي يكونوا زيك. ما تسمحش معلش لمراتك ان هي تمشي جنبك زي المانيكان، برفان ومكياج ولبس قصير ولبس ضيق وتقول ده حال المجتمع، لازم تبان حلوة قدام اصحابي. معلش هي مش هتتجوز اصحابك، معلش هي مش هتفرق مع اصحابك في حاجة، ده انت بالعكس هتبقى مبسوط قوي لما تلاقي واحد من اصحابك يقولك واو مراتك تجنن. خلينا هنكمل الكلام ده في موضوع تاني بإذن الله، واستودعكم الله والسلام عليكم.